بعض. إنجيل النهاردة من إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن، الإصحاح 14. أنا آسف، هقراه لكم تاني عشان اللي ما كانوش موجودين. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. إن المنازل في بيت أبي كثيرة، ولولا ذلك لكنت أقول لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا. وإن انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف أجيء أيضا وأخذكم إلي لتكونوا أنتم حيث أكون أنا. وأنتم عارفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق. قال له توما: يا سيدي، لسنا نعلم أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ فقال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. لا يأتي أحد إلى أبي إلا بي، ولو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أيضا أبي، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه أيضا. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وحسبنا. فقال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن إني في الآب والآب فيا؟ هذا الكلام الذي أقول لكم ليس أتكلم به من نفسي، بل أبي الذي هو حال فيه هو يفعل هذه الأفعال. آمنوا أني في الآب والآب فيا، وإلا آمنوا به من أجل الأعمال نفسها، والمجد لله دائما أبديا أمين. طبعا ده إنجيل، يعني حتى لما كنا سمعنا ده إنجيل مين، مجرد بنسمع الكلام نعرف ده إنجيل مين. يوحنا. ليه ده إنجيل يوحنا؟ لأن إنجيل يوحنا آخر إنجيل الكتب. القصة كقصة اتعرفت، يعني متى ومرقس ولوقا كتبوا الأناجيل، وعلى أغلب الظن أول واحد كتب فيهم هو مرقس، واتخذ الفريم بتاع مرقس، ولوقا كتب وبعت لليونانيين. متى كتب لليهود، ومرقس كان كاتب إنجيله الأولاني، أو حسب أغلب المفسرين أول واحد كتب للرومان وللأماكن اللي بيخدمها تبع الإمبراطورية الرومانية. يوحنا ابتدى يكتب بعد سنة 90. تنسوش أن يوحنا كان أصغر واحد في التلاميذ، كان أصغر من المسيح سن، وأطول واحد عاش من التلاميذ، والوحيد منهم اللي ما استشهدش. فابتدى يكتب متأخر، ابتدى يكتب حوالي 60 سنة بعد صلب المسيح وقيامته. القصة كلها كانت اتعرفت واتحفظت. اتولد فين، والملاك جه للعذراء، والمعجزات اللي عملها، والموعظة على الجبل معروفة. ليه اتكتب يوحنا ما كل الناس عارفة القصة؟ ابتدى يكتب عشان يرد على التساؤل اللي موجود واللي ابتدى يظهر بعد الخدمة امتدت. مش ايه هي قصة المسيح، لكن ايه هي طبيعة المسيح. لان ظهر اتجاهين اكستريم، واحد منهم يقول ان المسيح انسان لكن افضل من كل البشر، واحد منهم يقول له اله وعمره ما كان انسان، عشان كده قام من الأموات، عشان كده مشي على المية، عشان كده دخلوا الأبواب مغلقة، ده كان روح ما كانش جسد. في يوحنا كده يقول: هذه كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح، أن الإنسان هو الإله. فكل حاجة بيكتبها مش بيكتبها عشان يعيد لنا القصة، لكن بيكتبها عشان يقول لنا إيه؟ يثبت لنا أن المسيح كان لاهوت كامل وكان ناسوت كامل. يعني يقول إيه؟ في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة واضحة. وبعد كده يقول لنا: والكلمة صار وحل بيننا. وفي رسالته لما يكتبها يقول: الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه، الذي لمسناه، يعني جسد. فطول الوقت بيكتب ويجيب الناحيتين بوضوح كامل. حتى الناس المفسرين يقولوا، حتى لما بيقول حاجات بسيطة واحنا بنقراها نتقال لنا ملاش معنى، يقول التلميذ الذي اتكأ على صدر، احنا نقول يا دي محبة، ويقولوا لنا لا مش بس كده، ده عايز يثبت ان كان ليه ايه؟ جسد.
فيوحنا يكتب عشان يقول الاثنين. لكن لو خدنا بالنا من الحتة اللي قريناها، في كلمة اتكررت كتير قوي. يقول ايه تاني؟ وأنتم عارفون إلى أين وتعرفون الطريق. وبعد كده لهم لو كنتم قد عرفتوني لعرفتم أيضا أبي. أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني. يأكد قوي إن السر في عدم اللخبطة هي معرفة مين؟ معرفة المسيح. الكلام ده بيقوله لمين المسيح؟ كان بيكلم مين؟ فيلبس، بيكلم توما، بيكلم التلاميذ، بيكلمهم أنا معاكم كل الزمن ده ولم تعرفوني. أنا ما أعرفش هو النهاردة لو حب يقول لنا إيه؟ طب دول كانوا معاه 3 سنين، إحنا معانا بقى قد إيه؟ 30 40 50 60. أتخيل إن هو يقول لنا النهاردة كده، يقول أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفوني. إحنا نعرف المسيح ولا لأ؟ نعرفه ولا نعرفه معرفة أكيدة ولا نعرف عنه؟ نعرفه معرفة أكيدة ولا نسمع عنه؟ تقدر تقف تقول أيوة أنا عارفه وتتكلم عنه، مش من الكلام اللي سمعته لكن من كلام اللي انت عرفته. في فرق كبير قوي 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 ما بين المعرفة المعلوماتية والمعرفة الشخصية. فرق كبير قوي بين انك تعرف تاريخ وانك تعرف شخص. انا نفسي النهاردة نطلع بس بالحتة دي. انت معرفتك للمسيح معرفة شخص قريب منك جدا، بتحبه جدا، بتتكلم معاه كتير قوي، بتسمع صوته كتير قوي، عارف عنه حاجات كتير، ولا معرفة معلومات؟ أصل المعلومات يقابلها معلومات. اوعوا تخيلوا ان الإيمان بالمسيح هيجي بالمعلومة، ده هيجي بالاختبار. يعني إذا كنت أنت عندك معلومات عن المسيح، في غيرك عنده معلومات مختلفة عن المسيح، هتبقى كلمتك قدام كلمته. لكن لما تكون أنت تعرفه شخصيا، لو الدنيا كلها بتقول حاجة هتقول لهم أنا تعمل زي المولود أعمى، لست أعلم ولكن أعلم شيئا واحدا، إن أنا كنت أعمى والآن أنا عارف المسيح أنا قابلته وقال لي كذا وقال لي روح اغتسل، ولما اغتسلت. في معرفة اختبار مبنية على انك عارف الشخص، كلمت معاه واتكلم معاك وسمعت صوته وحفظته وعرفته. وفي معرفة انك كنت حاضر، انك كنت سامع، انك كنت شايف، لكن بينك وبينه في مسافة. العالم مش عايز يقبل ان يسوع هو الله، صعب عليه قوي. العالم مش عايز يقبل ده. في حتى ناس بيدعوا انهم مسيحيين ومش قادرين يقبلوا ان المسيح هو الله، زي شوتس قهوة والسبتيين والمورمونز وغيرهم. انت رأيك ايه؟ تقول ايه عن المسيح؟ فاكرين المسيح كده لما بطرس قال له، لما المسيح سأله قال لهم من يقول الناس اني انا؟ مش كده؟ فقالوا له في ناس بيقولوا عليك كذا، في عليك. المسيح بص ليهم كده وقال لهم ايه؟ وانتم ماذا تقولون؟ انت لو خدت الميكروفون دلوقتي تكلم المسيح تقول عنه ايه؟ ولو قلت عنه انه هو الله تقول عنه ان الله ليه؟ عمل ايه؟ ما تحكيش على ناس تانية، انا عايزك تحكي عن نفسك. ما تحكيش على ناس تانية، ما تقوليش عشان قوم لعازر من الاموات، قول لي عمل معاك انت ايه؟ على فكرة المسيح عمل معانا كلنا حاجات كتيرة قوي.
ومن كتر ما تعودنا انه بيعمل معانا حاجات كتير قوي بقى كأنه ما بيعملش حاجة، لان احنا تعودنا ان هو بيستر علينا. بقى الستر علينا ايه؟ ولو مرة ما سترش نتخض قوي. بقت جرانتد، حاجة كده مضمونة، بيقف معانا وبينجينا وبارك في حياتنا وبارك في أولادنا ويعمل حاجات كتير قوي وناخدها فور جرانتد، لأن احنا فاقدين الكلام معاه. الناس اللي عرفت المسيح والقديسين اللي عاشوا المسيح واللي وقفوا قدام العالم زي أثناسيوس اللي اتكلمنا عنه من أسبوع على من أسبوعين، معرفتهم بالمسيح مش معلومات، ده بيتكلموا عن المسيح اللي عارفينه بنفسهم. ولما عرفوا المسيح عرفوا ان مفيش سكة تانية ممكن توصلهم للآب إلا المسيح. كان عندي إنسان غير مسيحي بيدرس الإنجيل وبقى مسيحي، فأقول له طب إيه اللي فرق؟ لأنه هو كان متدين قبل كده. إيه اللي فرق؟ قال المسيح فرق كتير جدا. أنا كنت بتكلم في الفضاء كده زمان لما كنت بصلي، يعني ببص كده وارمي الكلام في الفضاء. ربنا لما عرفت المسيح بقيت أتكلم معاه شخص لشخص، بقيت أقدر أحكي له اللي أنا بمر بيه وأنا متأكد إن هو هيحس بيا، حاسس كأن ربنا كله اتجمع في شخص المسيح وأنا بتكلم معاه. بقول له أنت قلتها صح، هو فعلا كده، هو فعلا كده. ربنا كله هو المسيح بالطريقة اللي احنا ممكن ناخد وندي معاها. المسيح بالنسبة لك ايه؟ المسيح مش هيسيبك لا في أتعابك ولا في أفراحك ولا في وقوعك ولا في قيامك. المسيح محبته ليك مش محدودة، وغفرانه ليك ملوش حدود. أجمل كلمة كان بيقولها المسيح طول الوقت ايه؟ مغفورة ليك. جميلة جدا الجملة دي، فيش أحلى من الجملة دي في نظري أنا. المسيح قال مغفورة ليك، لأن الهم ده اللي احنا شايلينه، الحمل اللي احنا شايلينه، مش محتاجين غير نسمع الجملة دي، ان احنا نقف قدام المسيح يقول لك ايه؟ مغفورة ليك. خلاص الواحد يمشي بعديها مش فارقة مع الناس كلها. إذا كان المسيح غفر لي، أنا شايل هم مين؟ اوعى تكون بقالك الزمان ده كله مع المسيح وما تعرفوش. كلمة صعبة قوي. أنت معي كل هذا الزمان يا فيلبس ولم تعرفني، من رآني فقد رأى. قوة المسيحية عمرها ما كانت قوة معلومات. اوعى تفتكروا ان احنا اقنعنا العالم او التلاميذ اقنعوا العالم بالمنطق. ده بولس الرسول يقول لأن الصليب عند الهالكين، يقول عند اليهود ايه؟ عثرة، وعند اليونانيين جهالة، وانا جاي ابشركم بيه بعثرة وبجهالة. يبقى كانت قوة ايه؟ قوة المنطق؟ لا، قوة الاختبار. المسيح اللي فتح عينيا. احنا ضعفة لان احنا فاقدين الاختبار، فبنواجه كلام العالم بكلام. محتاجين نواجه العالم بايه؟ باختبار. قول له قول زي ما تقول، اثبت زي ما تثبت عن المسيح. انا اقدر اقول لك حاجة واحدة بس، انا كنت تعبان جدا لغاية لما صليت امبارح والمسيح عمل ايه؟ غفر لي خطاياي. قول زي ما تقول، انا كان عندي حاجات مستحيلة في حياتي لغاية لما المسيح عمل ايه؟ لمسني واداني قوة وغيرني. انا ما كنتش قادر اسامح فلان خلاني اسامحه، ما كنتش قادر احب فلان خلاني احب، ما كنتش قادر اعمل خلاني اعمل. انت ما تعرفش حاجة خالص عن المسيح. يقول لك كلمني بالمنطق، يقول له المنطق محدود، المسيح غير محدود. نرجع تاني لإيه؟ اللي بنرجع ليه كل مرة، ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. من غير ما نتكلم مع ربنا، من غير ما نسمع صوته، مش رايحين أي حاجة، مش هنوصل لأي حاجة خالص.
اقفل على نفسك الباب واتكلم مع ربنا. اعرفه معرفة تخليك تخرج من الأوضة لو واقف قدامك 100 تقول لهم لو قلتوا زي ما تقولوا ده كان معايا في الأوضة، ده أنا اتكلمت معاه وسمعت صوته وسمعني. روح له، واوعى تفكر في لحظة انه هيرفضك، اوعى تفكر في لحظة انه هيفتح القديم. هو مستنيك. تعالوا الي يا جميع المتعبين، واحنا تعبانين كلنا. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. روح للمسيح، اعرفه، واخرج من الأوضة واجه العالم كله وقول لهم، يقول لك مين المسيح؟ يقول المسيح هو كل حاجة، هو طريقي، وهو لما أقف قدامه أعرف الحق، وهو اللي بيديني الحياة. ربنا يدينا ان احنا نعرفه بجد، عشان لما يجي اليوم الأخير ما نسمعش الكلمة الصعبة اللي قالها لبعض الناس، اذهبوا عني لأني لا أعرفكم. ربنا يدينا العينين بتاعت الأنبا بشوي اللي قدرت تميز المسيح. فاكرين الأنبا بشوي كان بيميز المسيح ازاي؟ كان في وسط الرهبان كلهم مش شايفينه، وهو دايما بيشوفه، لأن كلام الإنجيل كان في ودانه وكان في قلبه. فلما يشوف الإنسان المحتاج يقوم عامل يغسل رجليه يطلع هو المسيح. ولما يشيل الإنسان التقيل كبير يطلع مين؟ يطلع المسيح. المسيح بيجينا بيقابلنا في أشخاص كتير قوي، وإحنا بنمسهم نقول ده طيب. ربنا يدينا إن احنا نعرفه بحق. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآن.